تشجع يا سعود، وكن رجال ولا تخاف. ادخل وقولوا للمدرب أبغى أنتقل لروما. بسم الله. وش دخلك بدون ما تطرق الباب يا سعود؟ سامحني يا مدرب، كنت متوتر شوي ونسيت. ما عليه، يهون كل شيء لأفضل ظهير أيسر في الهلال وفي دوري روشن. شكرا يا جدي خيسوس، بس في موضوع مهم كنت أبغى أتكلم معك فيه. وأنا بعد أبغى أقول لك شيء. حسنا، قولي أنت الأول يا مدرب. كنت أبي أقول لك إنه قدمت الموسم الماضي موسم تاريخي، وإن شاء الله في هذا الموسم بعد عودة نيمار راح تشكل ثنائي رائع معه، وأنا متأكد راح تقدم مستوى خرافي مع الهلال هذا الموسم. ولكن يا مدرب، شو ولكن؟ جاني عرض من روما وراح أروح لهم. بتروح لروما؟ من جدك؟ فيك شيء بعقلك؟ الهلال هالموسم بيشارك في بطولات كثيرة وما له بديل لك، ممنوع تطلع من الزعيم. والله بروح، قراري نهائي. والله ما تطلع، وأنا كمان قراري نهائي. جدي خيسوس، شوف ذا الصرصور في مكتبك. صرصور؟ وينه؟ يا عيال امسكوا سعود، بيحاول يهرب من الفريق. السلام عليكم يا سعود. ليش ما نظر لي؟ وليش مو لابس قميصه؟ في مشكلة ولا وش السالفة؟ البليهي، شفت سعود وين راح؟ ايه يا مدرب، شفته راح من هذا الاتجاه، بس وش السالفة؟ ليش كان يجري بسرعة وبدون قميص؟ يلا يا البليهي عشان نمسكه، يبغى يروح لروما ويتركنا بدون ظهير أيمن. من جد؟ طيب يا مدرب انت ارتاح واترك الموضوع علي. شكرا لك يا البليهي، والله جدكم خيسوس بدأ يتعب بسرعة، العمر ما يرحم. وأنتم يا شباب لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك. هيا نوصل هذا الفيديو ل3000 لايك. وعندي شيء أبغى أقوله لكم، الناس اللي ينزلون مقاطعنا على التيك توك على الأقل اكتبوا اسم قناتنا على الفيديوهات، والله نتعب كثير فالمفروض تحترموا شغلنا. المهم هيا بنا نمسك سعود. لا هربت منهم، الحين لازم أروح للمطار وبعدها إلى روما. تعال هنا يا خائن، وين ناوي تروح؟ ليهي، كيف لحقتني بهالسرعة؟ مو مهم يا ثور، الحين قولي ليش تبغى تترك أفضل فريق في العالم؟ الحين قولي، مو كنا كإخوانك يا سعود؟ ما تذكر أول يوم جيت فيه وكيف استقبلناك كفرد من عيلتنا؟ نسيت كل إحسان الهلال لك؟ لا والله ما نسيت، بس أبغى أجرب تجربة جديدة. تجربة في وقت الهلال محتاج لك فيه أكثر من أي وقت. صراحة أقنعتني يا بليهي. حسنا، لن أنتقل هذا الموسم. والله هذا الكلام اللي يطمن. الهلال ما يستغني عنك يا سعود. استنى لحظة، الهلال عمره ما وقف على لاعب ولا ترجى أحد عشان يبقى. إذا تبي تروح يا سعود روح للنادي اللي تبيه، بس لا تخاف على الهلال بدونك، خاف على نفسك من دون الهلال. ليه خليته يروح يا مدرب؟ نبغى لاعبين في الفريق اللي يبغون يلعبون بكل طاقتهم وتفكيرهم، اللاعبين اللي يضحون بأنفسهم عشان الفريق. وتذكر أن الهلال هو اللي صنع سعود ويقدر يصنع غيره. والله عندك الحق يا مدرب. المهم يا بليهي، قولي وش هي كفارة الحلف، لأني حلفت وأخلفت في الحلف. يا شباب أخيرا جاء الوقت حق الانتقام. اليوم عندنا أول مباراة مصيرية في الموسم، لازم نلقن الهلال درس ما ينسونه أبدا. ولا يهمك يا رونالدو، اليوم راح نفوز. أنا معتمد عليكم بشكل كبير يا تاليسكا وماني، لا تجيبون العيد مثل كل مرة. اليوم إن شاء الله بنرفع أول بطولة رسمية معاك يا كريستيانو. ايه، راح نلقن الهلال درس ما راح ينسونه طول حياتهم إن شاء الله يا عيال. وبالمناسبة هالمرة عندنا أفضل حارس، الحارس بنتو، رجال هالحارس، مو مثل بعض الناس اللي كانوا دايما يجيبون العيد. يا شباب، هل خلصتوا سواليفكم؟ مين قال لك تتكلم؟ سامحني يا رونالدو، ما راح أعيدها مرة ثانية. يا عيال الحين عندنا مباراة مع النصر، فلازم نفوز زي دايما. تكفى يا مدرب، قل لهم يخلوني ألعب، ودي أفوز على النصر أنا بعد. يا البليهي، أنت السبب أصلا في أننا فزنا بصعوبة في آخر مباراة مع النصر. المهم ما أقدر أسوي شيء لأنك موقوف لمباراتين. يا جدي خيسوس، أوعدني أنك بتفوز باللقب، ودي أشيل الكأس مرة تانية. راح نفوز باللقب إن شاء الله يا نيمار. والله إني اخترت الفريق الصح، فزت معكم بالكثير من الألقاب في أول موسم عكس البكاية رونالدو. وأنت يا بونو
إذا ودك تطلع من مكانك وتلعب محور ما عندنا مشكلة، تعودنا على هالشيء في مبارياتك ضد النصر. إذا حسيت بالملل ممكن أسويها. سوي اللي تبيه يا عزيزي بونو. المهم يا شباب المباراة بتبدأ الحين، يلا ادخلوا الملعب. راح أفوز بك اليوم. أهلا يا عيال، ما يحتاج أذكركم تضغطون على اللايك وتشتركون وتتركون تعليق حلو. والله نتعب كثير عشان ننتج مثل هالفيديوهات، صار لي 3 أيام شغل عشان أكمل الفيديو، فادعموا جدكم خيسوس بلايك واشتراك. هيا نوصل هذا الفيديو ل5000 لايك. مستواي تراجع كثير، لازم أقدم شيء مميز في هالمباراة عشان يرجع خيسوس يثق فيني. يلا يا سافيتش خذ الكورة. وش الفريق اللي بنتقل له؟ روما؟ أو ليش لا ريال مدريد وأخذ مكانه كارفاخال وأصير نجم الريال، بعدين أجيب الكرة الذهبية. سعود لا تحلم كثير، يلا العب الكورة بسرعة. آسف يا سافيتش. ما سويت لك شيء يا رونالدو، ليش تمثل؟ يا حكم بلنتي، الرجال ضربني. خليك رجال يا رونالدو، وش بك؟ طفشتنا يا رونالدو بهالحركات، كل مباراة تبكي وتحتج زي العيال على بلنتيات وهمية. المهم أنا طفشان بروح ألعب محور شوي. وش قاعد يسوي هالمجنون؟ الحق يا ماني وخذ منه الكورة، هذه فرصتنا. ما راح تقدرون تاخذون الكرة من بونو أبدا، والله أفكر ألعبها مكان نيفيز. مرر الكورة لي يا تاليسكا. ليش أمررها له؟ حتى أنا أقدر أسجل الأهداف وأصير نجم الفريق. ليش ما أعطيتني الكورة؟ كنت في مكان ممتاز عشان أسجل. سامحني يا رونالدو ما شفتك. مو مشكلة يا تاليسكا، المهم لازم نركز عشان نسجل. رونالدو وش أسوي الحين؟ أدخل غريب، لاعب مهاري وسريع وراح يصنع الفارق في هالمباراة. الله يسعدك يا أفضل لاعب في العالم، راح أسوي اللي تبغاه. يلا بسرعة، ما عندنا وقت كثير. هيا يا غريب، لازم تثبت إنك تستحق تلعب، كريستيانو يثق فيك وأنا بعد. ما انك تثق فيني يا كريستيانو، لازم اقدم اقصى مستواي. لازم هالمرة أعطي الكورة لكريستيانو عشان لا يعصب. ما راح تسجل أي هدف يا كريستيانو. لازم أسجل على الهلال، لازم أفرح جمهور النصر، لازم أسوي شيء. لازم اساعد كريستيانو على الفوز في هالمباراة والتسجيل. هلا سعود. ما راح أخليك تعدي يا غريب. من اللي قالك اني ابغى اعدي؟ انا بس ابغى اسولف معاك. جد؟ وين تبغى تسولف؟ ودي اسولف معاك عن انتقالك. يلا قولي من الفريق اللي يبغى يشتريك؟ في كثير من الفرق الأوروبية اللي تبغاني، لكن بصراحة أنا حاطة عيني على روما، وبعدها إن شاء الله أنتقل لفريق أكبر زي البرسا أو الريال، ودي ألعب مع روما مثل ما سوى محمد صلاح. إيش رأيك أنت؟ وين غريب؟ صحصحوا يا عيال، وش فيكم؟ ما كنت أتوقع هذا المستوى من أقوى فريق في آسيا. تقول إن ولاد أختي هم اللي لاعبين، مو لاعبي الهلال. ما يصير نخسر هاي البطولة. شدوا حيلكم يا عيال، أبيكم تدخلون في الشوط الثاني وتورون فريق النصر أن الشرع حللنا 4. شلون يا مدرب؟ ما فهمت. يعني يا عزيزي بونو إنه لازم نسجل عليهم 4 أهداف على الأقل، نبيهم يعرفون مين الزعيم الحقيقي. وأنت يا سعود شد حيلك، أشوفك مو مركز في هالمباراة، الهدف جاء من جهتك. حاضر يا مدرب، أعدك بأني راح أركز 100%. أنا بنخيب ظن جدنا خيسوس فينا.
في مشكلة يا شباب، هم جابوا التعادل بس نقدر نسجل هدف ثاني، شدوا حيلكم بس. ما راح تسجل علينا اليوم أبدا يا متروفيتش. ما هو معقول، هل بنخسر مرة ثانية؟ مرر لي الكورة يا حبيبنا بنته. بصراحة الهلال أقوى منا بمراحل، مستحيل نفوز عليهم، هذه هي الحقيقة. شوف يا مترو، منافسينا صاروا معجبين فينا، شكلنا لازم ندور على منافسين جدد. يا شباب كفاية من الخسارة قدام الهلال كل مرة، المرة دي لازم نفوز عليهم، والحين بعطيكم الخطة. بس يا رونالدو، مو المفروض ان المدرب هو اللي يعطينا الخطة؟ وش تقول يا تاليسكا؟ لا ما يقول شيء يا رونالدو، وأنت يا تاليسكا اسكت، خلى رونالدو يسوي اللي يبي. شكرا لك يا مدرب، الآن يلا معي للملعب عشان أعطيكم الخطة. غدا نهائي كأس السوبر يا عيال، راح نلعب مع فريق النصر. صراحة أنا متوتر جدا، عندي إحساس إنهم ممكن يفوزون علينا. معقولة؟ صدقتموني. فزنا على النصر كثير يا شباب، احنا اصلا عقدة فريق النصر، وان شاء الله نفوز عليهم بسهولة. ايه يا شباب فوزوا عشان ابغى افوز بلقب اخر. راح نفوز يا نيمار ان شاء الله. وانتم يا شباب لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك. هيا نوصل هذا الفيديو الى 500 لايك، هذا طلب من جدكم خيسوس. هل تتكلم جد؟ ايه والله، البليهي مو راح يلعب المباراة لانه موقوف. إذا راح نفوز بسهولة، البليهي هو اللاعب الوحيد اللي كان يزعجني كثيرا ويخرجني من أجواء المباراة. ايه ان شاء الله راح نفوز بسهولة. المهم، تدري يا تاليسكا ليش كنا نخسر دائما مع الهلال؟ لانك منتهي. والله امزح معك يا رونالدو، المهم قولي ليش كنا نخسر دائما. مزحك مو حلو يا تاليسكا. المهم كنا نخسر لأن اللاعبين كانوا يتهاونون، تدري حتى ضربات الجزاء ما يعرفون يسددونها. طيب وش الحل يا رونالدو؟ والله حتى أنا ما أدري، المهم خليها على الله. وليش في البداية تقولي إني أعرف الطريقة؟ هلا يا شباب جبت لكم خبر، أنا تعبت كثير من التحكيم وفكرت أعتزل. بفكر إنه لازم شخص ثاني يكون الحكم بدلي، وقلت إنه حكام مباريات هذا الموسم بيكونوا من المتابعين، يعني في كل مباراة نختار شخص منتسب في القناة عشان يكون هو الحكم، ونغير الحكم في كل مباراة. يعني الاشتراك ثمنه 2.5 ريال، فلو تبي تدعم القناة وتصير حكم ادعمنا يا عزيزي. وبس، وداعا. يا بونو شوف سعود نايم ذا الحين، ايقظ بسرعة قبل لا يجي خيسوس ويشوفه. سعود اصحى. وش فيه؟ انت نايم في وقت الخطة، قوم قبل ما يجي خيسوس ويشوفك. اسكتوا يا عيال، ترى المدرب جاء. السلام عليكم يا شباب، آسف على التأخير، اليوم بنتكلم عن مباراة بكرة. ما في أي مشكلة يا مدرب. المهم مثل ما تعرفون بكرة بتكون أول مباراة رسمية لنا هالموسم، فلازم نشد حيلنا ونفوز. هذه هي التشكيلة اللي بنلعب فيها إن شاء الله. يا مدرب ليش ما لعبتني أساسي؟ سعود تعال هنا، أبغى أتكلم معك في موضوع مهم. أنا؟ إيه أنت يا سعود، أبغى أكلمك بشيء خاص. الإدارة قالت لي إنك ما تبغى تكمل تلعب معنا وتبغى تحترف برا السعودية، هل هذا صحيح؟ إيه صحيح يا كوتش، جتني عروض من أندية برا وأفكر في الاحتراف عشان أطور نفسي وأكتسب خبرة جديدة. والله خيبت ظني فيك يا سعود، المهم يلا روح. اسمعوا يا شباب، مباراة الهلال بتكون صعبة مرة، لكن عندي خطة ذكية عشان نفوز عليهم. وش هي الخطة يا مدرب؟ مثل ما تعرفون الهلال ما عنده مدافعيه الأساسيين في المباراة هذه، يعني لازم نستغل هالنقطة، بنلعب كرات خلف دفاعاتهم، وأنا متأكد إذا ركزنا زين راح نسجل الأهداف.
أنا أفضل حارس، ما تقدر تأخذ الكرة مني. وأنتم يا شباب لا تنسون تضغطون على زر اللايك والاشتراك، أو راح أراوغكم زي ما سويت الحين. هيا نوصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك وخلونا نحقق أهدافنا مع بعض. من جدك أنت. لا تستحي يا فيرمينو، تقدم قدام، ما راح أسوي لك شيء. حقا؟ ما راح نخسر أبدا. يلا يا مترو سوي لنا شيء. تم يا مدرب، راح أوريك شغلي. ماذا تفعلون هنا يا شباب؟ ما هذه الفوضى؟ لا شيء أيها المدرب. ما هذا اللون في شعرك يا ميشائيل؟ لون شعري؟ نعم نعم، لقد صبغته باللون الأزرق. هل هو رائع يا مدرب؟ ذوقك سيء جدا يا ميشائيل. المهم أعطيني الهاتف يا مترو، أريد أن أتحدث مع مدرب فريق النصر. ليش أيها المدرب؟ بما أننا في الاستعدادات للموسم الجديد، قلت ليش ما نلعب مباراة ودية مع فريق النصر عشان نختبر جاهزيتنا. مباراة مع فريق النصر؟ إيه، أتمنى أنهم يوافقون. تبغى نلعب مباراة ودية مع فريق الهلال؟ لا سامحني، ما نقبل بهذا التحدي. من المتصل يا كاسترو؟ خيسوس يبغى نلعب مباراة ودية تحضيرية مع فريق الهلال، بس أنا رفضت. ليش رفضت يا ثور؟ أنا أبغى أنتقم منهم. يلا اتصل فيهم مرة ثانية وقول لهم نعم نبغى نلعب معكم. من جدك يا رونالدو، أظن إنهم لا زالوا أقوى منا. انتظر حتى نتعاقد مع دي بروين ولاعبين آخرين أقوياء، بعدين نلعب معهم. شو تقصد يا كاسترو؟ أنا ضعيف قدام فريق الهلال؟ أنا مو كافي عشان نفوز على الهلال؟ نسيت نفسك من أنت ومن أنا؟ يلا بسرعة اتصل بخيسوس وقل له نعم وافقنا على المباراة. حاضر يا رونالدو. بما أن فريق النصر وافق على المباراة، إذن يا شباب هذه التشكيلة اللي بنلعب بها. ليش يا كوتش أنا مو موجود في التشكيلة الأساسية؟ بتدخل يا سالم في الشوط الثاني. أنا أبغى أجرب هذه التشكيلة بوجود نيمار. إيه يا سالم، أنا أبغى أفوز على النصر بعد. أنت فزت عليهم كثير الموسم الماضي. إيه فهمتك، أصلا ما عندي أي مشكلة. الحين كل شيء تمام. الآن بقول لكم الخطة، لكن قبل ما نكمل يا عيال لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك في القناة. خلونا نوصل في هذا الفيديو ل1000 لايك، وهدفنا نوصل نهاية الشهر ل15,000 مشترك. شدوا حيلكم يا عيال واسمعوا كلام جدكم خيسوس. إيه اسمعوا كلام جدنا خيسوس. المهم يلا نكمل. اسمع يا البليهي، دورك أن تخرج كريستيانو من أجواء المباراة. أنت خبير في هذا الشيء، أعتقد ما تحتاج لأي نصائح. إيه يا مدرب، الأمر بيكون سهل جدا. كده عهدتك يا البليهي. وأنت يا نيمار، في هالمباراة لازم تثبت لي أنك جاهز للموسم الجديد. لا تخاف يا كوتش، راح أرقص جميع مدافعي النصر بعد المباراة بقيمكم. المهم شدوا حيلكم يا شباب، المباراة بتكون بعد قليل. حسنا يا شباب، هذه هي خطة المباراة. من جدك أنت، أنا اللي بعطيكم الخطة اليوم، لأن هزيمة الهلال هي مسؤوليتي. إيه يا كوتش، أنا أتفق مع رونالدو في هذا الشيء. بخطتك خسرنا الموسم الماضي أكثر من 3 مرات. شكرا لك يا تلسكا. المهم اليوم راح نلعب بطريقة جديدة تماما. وش هي الطريقة؟ الطريقة كالتالي: كل اللاعبين يصنعون لي الهجمات وأنا بتكفل بالباقي. أصلا هذه كانت طريقة لعبنا الموسم الماضي. المهم أنت يا نواف بتكون الحارس. لازم تقدم مستوى جيد عشان الحارس الجديد بنتو ما ياخذ مكانك. وأنت يا تلسكا الموسم الماضي كنت مصاب، لذلك خسرنا قدام الهلال كثير. دائما ماني كان يتخاذل قدام المرمى. المهم
أنا وأنت بنشكل الفارق اليوم إن شاء الله. أعدك يا رونالدو إننا بنهزم الهلال اليوم إن شاء الله يا شباب. المهم يلا للمباراة. استعد يا نيمار عشان تخسر اليوم بفضيحة كبيرة. في أحلامك يا متخاذل، اليوم بتخسر كالعادة وبتبكي بعد يا بكاية. وش قلت؟ أنا متخاذل؟ أنا بكاية؟ المهم في المباراة بتعرف الحقيقة يا دلوعة. أهلا وسهلا أعزائي الكرام في هذه المباراة الحماسية، الهلال ضد النصر، أقطاب الكرة السعودية، فريق الهلال بمدربه الأسطوري خيسوس وفريق النصر بمدربه لويس كاسترو. من سيفوز يا ترى؟ يمكن الكل يظن إنها مجرد مباراة ودية، لكن الحقيقة أن الجميع يبغى يفوز بأي ثمن. حكم المباراة يستعد لإطلاق صافرة البداية. نتمنى نشوف مباراة ممتعة بين الفريقين الكبيرين. والله نواف يقدم مستوى خرافي جدا. تاليسكا يلا نسجل الهدف. ليش صار مستواي كذا؟ ليش صرت ضعيف لهالدرجة؟ هل انتهى زماني؟ أخسر دايما؟ ليش دايما أنا؟ ليش ميسي عايش سعيد وأنا دايما أعاني؟ ليش ما أقدر أفوز على الهلال؟ وين المشكلة؟ هل النصر ضعيف معي؟ أو أن الهلال فريق لا يقهر؟ المهم توقف يا رونالدو عن السلبية. لازم هذا الموسم نفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال آسيا. النصر فريق رائع وفيه رجال ما لازم أخذلهم. وأنتم يا عيال إذا وصلتم لنهاية الفيديو شكرا لكم. أخبروني من تعتقدون أنه سيفوز هذا الموسم بالدوري؟ أنا متأكد أني بفوز لكن أبغى رأيكم. المهم لا تنسوا الاشتراك واللايك يا شباب. الحين بروح أنام، تعبت كثير بالمباراة. وداعاً.